ازاي تكوي الشعراية حتى لو كانت معمولة بروتين بكل احترافية وبكل سهولة. بصوا، انا النهاردة عملت الاخوات اللي كانوا طالبين مني فيديو عن طريقة مسكة المكوى وعن طريقة شغل المكوى. عملت فيديو النهاردة ان شاء الله كلكم تستفيدوا منه بإذن الله. معلش انا بعتذر على الصوت، بس عشان عندي برد دولي. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يعجبكم كلكم. وطول ما انت بتتفرج على الفيديو صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ووحد الله، وان شاء الله هتطلع مستفيد من الفيديو. زي ما انتوا شايفين اهو يا جدعان، بمسك خصلة خصلة اهو. اهو الشعر طويل جدا معانا، بس ايه، طبعا بمسك خصلة خصلة اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وبحاول اجيبها مرة واتنين وتلاتة عشان الخصلة تكون كويسة معايا اهو. زي ما انتوا شايفين اهو، مرة واتنين وتلاتة، وبسرعة عشان ما تحرقش الشعراية بالمكوى. يعني حاول تمشي المكوى بسرعة، تدي بس الشعراية اللمعة بتاعتها. وزي ما انتوا شايفين اهو، بعد ما خلصنا هنا برش السبراي، وهو بعد ما اديته سبراي كنت مخصل، وبرضه هرجع اخصل تاني عشان الناس اللي عاوزة تستفيد من حوار الخصل اهو. اهو بصوابعك الاتنين تختار خصلة خصلة وبتدوس عليهم بسيط اهو. اهو زي ما انتوا شايفين، خصلة خصلة اهو. واسيبكم انا مع بقية الفيديو يا اخواتي. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي متابعة على التيك توك، وما تنسوش تخشوا على قناة اليوتيوب عليها شروحات كتير وهتستفادوا منها ان شاء الله في التدريج والاستشارة والتخصيل. باي.